السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفراخ الناجتس، ومين فينا ما بيحبهاش ويشتريها من السوبر ماركت ونعملها؟ جبتلكوا الطريقة، اعملوها في البيت هتبقى أحلى وأنضف من بره كتير قوي قوي قوي. يلا بينا نشوف الطريقة. هاتي صدر فراخ واغسليه كويس بالملح والليمون وصفي الصدر كويس، وممكن كمان تعملها بورك هتبقى أحلى كتير قوي. مفيش فرق صدر وورك، بس هتحسي الورك بيه حلاوتها اكتر، هتبقى طرية معاكي خالص. حطي الصدر او الورك او ممكن صدر وورك مع بعض، حطيها في الكبة ويحط عليها البهارات بتاعتنا عبارة عن ملح وفلفل اسود وتوم وبصل بودر وبابريكا ومعلقة صغيرة من النشا ومعلقة صغيرة من اللبن النيدو والبيكنج باودر وكيس من مرق الدجاج فورية بتجيبيها من عند العطار، بتدي طعم حلو قوي قوي قوي، وهتستخدميها في طرق تانية كتير قوي. وعادي ممكن تضيفي للفراخ ملح وفلفل اسود وثوم وبصل بودر بس، مفيش مشاكل خالص. ولو ما عندكيش بابريكا مدخنة ممكن تحطي بابريكا عادية. دي الحاجة اللي انتي هتضيفيها على الفراخ بأبسط البهارات اللي عندك ممكن تعمليها. حطي الفراخ في الكبة وقضيها بالبهارات اللي عندك، وانتي بقى شكليها كده شبه الفراخ الناجتس شوية، وهتبقى حلوة قوي قوي معاكي وكمان تغيير. وده كيس مرق الدجاج الفورية، حلوة قوي زي ما قلتلكم. هتجيبوها هتجربوها مش هتستغنوا عنها. واخر حاجة هنا انا حطيتها البيكنج باودر، عادي مفيش اول واخر، كله بيتحط فوق بعض، انا بعرفكم اللي انا حطيتها هنا بس. واضربيها بقى في الكبة كويس قوي 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 لحد ما تحسي ان الفراخ معاكي بقت شبه العجينة. شايفين ده شكلها؟ هاتي بولة وحطي فيها الفراخ اللي طلعتيها من الكبة، وهاتي طبق صغير حطي فيها شوية زيت وادهني ايدك بيها كويس قوي، وده طبق عشان احط فيها الفراخ الناجتس بعد ما اشكلها. وكان عندي كده ميدالية صغيرة فيها شوية اشكال، قلت انا هعمل الناجتس بالاشكال دي. وجربت اول شكل، وكانت المفاجأة ان انا حسيت ان هي هتضيع مني وقت شوية، فجربت اول شكل فقلت ايه مرة كده اكون فاضية ان شاء الله اجرب الاشكال بيها. وهو شكل واحد بس اللي عملته، وكمان في الاخر ما كملتش، عملت شكل الناجتس وبس. زي ما قلت لكم مرة كده اكون فاضية وعاملاها من بدري، اعمل فيها الاشكال اللي انا عايزاها ان شاء الله. وما تنسيش تدهني ايدك بشوية زيت عشان الفراخ ما تلزقش في ايدك. وادي اول شكل. وطبعا خلصت زي ما قلت لكم، حطيته كده في الطبق، وبعد كده بعد ما خلصت كل الناجتس قمت قلباه وعملته زي شكل الناجتس. اشمعنى هو اللي يكون لوحده؟ بس كده. شايفين عاملاها زي الفراخ الصغنططة، زي صدور الفراخ الصغيرة، شبه الناجتس الجاهز ولا لأ؟ ودي حاجة بتاعتك، شكليها زي ما تحبي، هي هتبقى سهلة معاكي خالص وهتبقى مضروبة في الخلاط، فزي ما هتشكليها هتلاقيها. بس كده. شكلها فراخ اصلا، تحسيه كده زي الورك الفراخ، شايفين؟ بجد حلوة ولذيذة قوي قوي قوي. وده غير ان في ناس اصلا مدمنة الناجتس وبتجيبه على طول جاهز من بره. جربيه وهيعجبك ومش هتجيبيه تاني جاهز خالص. وينفع تعمليها وجبة جنب شوية طحينة وسلطة، او جنب مكرونة، جنب كذا حاجة تنفع معاكي، او سندوتشات الاولاد هيفرحوا بيها جدا. وحط عليها شوية كاتشب كده وظبطيهم، ويحمري شوية بطاطس جنبها. شايفين؟ عسل خالص وسهلة خالص خالص خالص. هنا بقى انا جبت علبة من الكورن فليكس وحطيتها في المطحنة وضربتها، بس خليها تكون جريشة شوية، ما تخليهاش ناعمة، ما تضربيش قوي عشان تدي لي الفراخ القرمشة نفس بتاعة المطاعم بالظبط. هاتي بقى الفراخ بتاعتك وحطيها في الكورن فليكس اللي انتي طحنتيه في المطحنة،
وبس كده خلاص. ولما عندكيش كورن فليكس حمريها بالطريقة بتاعتك اللي انت متعودة تحمري بيها، او ممكن تجيبي كيس توريتوس من السوبر ماركت وبرضو حطيه في الكبة، برضو هيديكي قرمشة حلوة قوي قوي قوي. وكوني بقى محضرة الطاسة بتاعتك او المقلاية بشوية زيت، وطبعا سخنيهم كويس قوي قبل ما تحطي فيها الفراخ. اول ما تحسي ان الزيت بتاعك سخن انزلي بيه الفراخ على طول. شايفين؟ حلوة قوي وسهلة خالص وهتعجبك، وزي ما قلنا نوع من انواع التغيير، واضمن وانضف من بره كتير قوي قوي قوي. ممكن تعمليها وتحطيها في الفريزر، وقت لما تكوني مشغولة ومش لاحقة تعملي غدا هتطلعيها من الفريزر وتحمريها على طول. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير. باي باي.